من أي اختراقات كانت. الاعتراض والتدمير. أول ظهور للطيار الجزائري الذي تمكن من مراوغة الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى فلسطين، وتحدى الجيش الإسرائيلي وأدهشهم في عقر دارهم. ولكن قبل أن نبدأ اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد العمل البطولي والرائع الذي قام به الطيار الجزائري، حيث تمكن من الهبوط بالطائرة في منطقة جيدة جدا رغم عملية التشويش بالرادارات عليه من قبل إسرائيل، والتي كانت تستهدف إسقاط الطائرة الجزائرية، يتساءل الجميع: من هو هذا الطيار الشجاع الذي أدهش إسرائيل والعالم أجمع؟ أولا، هذا الطيار ينتمي للجيش الوطني الشعبي، وهو صقر من صقور الجزائر. وقد صرح هذا الطيار الجزائري تصريحا لأحد القنوات التلفزيونية بالأمس، ولم يذكر اسمه على الإطلاق، ولكن كل ما قاله هو أنه طيار مقاتل. وتداولت العديد من الصفحات على السوشيال ميديا التصريح المنسوب لهذا الطيار العظيم، هذا الطيار الذي أدهش إسرائيل والعالم. ولكن أعزائي المشاهدين، سننشر لكم صورة هذا الطيار الجزائري الشجاع، وكذلك صورة الوفد الجزائري الذي سافر من أجل نقل المساعدات إلى فلسطين. ومن شجاعة هذا الطيار أنه كان متواجد بالزي العسكري أثناء شحن المساعدات على الطائرة. ما رأيكم في العمل البطولي الذي قام به هذا الطيار الجزائري الشجاع؟ ننتظر آراءكم في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.